تعالوا نجرب القطايف في القلاية الهوائية ونشوف نتيجتها هتكون عاملة ازاي، سواء حلو او حادق. انا حشيتها بالمكسرات، ومعايا هنا معلقتين زيت مش هستخدمهم كلهم. هدهن القطايف كويس من فوق ومن تحت. احنا قلنا قبل كده الاكلات اللي بتدخل في القلاية الهوائية وتكون محتاجة زيت كتير لازم ندهنها كويس قوي بالزيت علشان نتيجتها تكون احسن. هدهن القطايف من فوق ومن تحت وهشغل القلاية الهوائية على 20 دقيقة. ممكن ما تحتاجش المدة كلها، وهظبطها على درجة حرارة 180. هحط القطايف من غير ما استخدم ورقة زبدة او اي حاجة، وهشوف هتلزق معايا ولا لا. بعد ربع ساعة بالظبط استوت وخدت اللون الذهبي الجميل ده، مش محتاجين لون اكتر من كده، ومقرمشة جدا. يعني الناس اللي بتحب القطايف تكون مقرمشة هتعجبهم قوي، وكمان ما بتطراش بعد شوية، بتفضل محافظة على القرمشة بتاعتها مدة طويلة. كان في واحدة بس لقيتها لازقة شوية، بس طلعت معايا بسهولة، ما سابتش اثر ولا حاجة. القطايف كلها واخدة لون حلو قوي من فوق ومن تحت. انا استغربت ان هي واخدة اللون الذهبي من تحت اكتر من فوق كمان، ومش شاربة زيت خالص. هدخلها كمان دقيقة علشان تكون سخنة قوي لما احطها في السيرب. معايا هنا السيرب التقيل زي بتاع الكنافة بالظبط، وهحط فيها كل القطايف. في 3 حاجات بتخلينا ما ناكلش القطايف. لما بنقلي القطايف في الزيت، القطايف بتشرب زيت كتير، وكمان لما بنحطها في السيرب بتشرب سيرب كتير فبتبقى مسكرة قوي، وبعد شوية القطايف بتطرى وبتكون طعمها مش حلو. بعد ما قليت القطايف في القلاية الهوائية لقيت ان ال3 حاجات دول بيكونوا مش موجودين ابدا في القطايف المقلية في القلاية الهوائية، لانها بتكون مقرمشة جدا ومش شاربة زيت خالص. احنا عملناها بمعلقتين زيت او اقل بكتير، وكمان بتفضل مقرمشة جدا. احسن نتيجة هناخدها للقطايف لما نقليها في القلاية الهوائية، هناخد قرمشة ومش هتكون شاربة زيت، وكمان مش هتكون شاربة سيرب كتير. النهاردة هنجرب البيتزا في القلاية الهوائية، ازاي العجينة تكون مستوية من فوق ومن تحت، مش بس تكون مستوية من فوق بس، تكون كمان مستوية من تحت. خطيرة يا جماعة، بجد لازم تجربوها. هنبتدي الأول بالعجينة. عجينة بيتزا عادية خالص، نص كوباية حليب، معلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر، وهحط كوباية دقيق. أنا عامل كمية قليلة لأن هي بتاخد كمية قليلة جدا. بعد ما ألم العجينة هحط معلقتين زيت، وهعجن كويس لحد ما العجينة تكون ناعمة. بعد ما عجننا العجينة هنسيبها تخمر، الجو حر متاخدش أكتر من ربع ساعة. كوباية الدقيق عملت لي 2 بيتزا، لان حجم القلاية صغير فبياخد كمية بيتزا قليلة. هفرد العجينة على مقاس القلاية بالظبط، وهخليها تكون رقيقة، مش هخليها تكون تخينة. انا بحبها رقيقة، البيتزا احسن تكون رقيقة مش تخينة. واحط ورقة زبدة في القلاية، ممكن ما تحطوش ورقة زبدة بس ممكن العجينة تلزق وتغلبكم في التنظيف. هطلع وعاء القلي عشان اعرف افرد الصلصة علشان هي عميقة. هنحط اي خضار انتوا عايزينه او اي حشوة. انا هحط فلفل الوان وموتزاريلا علشان انا هعملها بالمشروم. ممكن تعملوها بالحشوة اللي انتوا عايزينها، فراخ او بالخضار بس، وتحطوا زيتون بيبقى طعمه حلو. الموتزاريلا اللي بتقع دي لو انا مش حاطه ورقة الزبدة هتلزق في القلاية وهتغلبني قوي في التنظيف، لان الموتزاريلا بتبقى صعبة قوي. الموتزاريلا بتبقى صعبة قوي في الصواني العادية، بتطلع بصعوبة. هظبط التايمر على ربع ساعة على درجة حرارة 160 علشان انا عايزة العجينة تستوي. بعد ما ربع ساعة خلصت نسيت احط المشروم، حطيت المشروم وشغلتها كمان 5 دقايق. المشروم انا محمراه بمعلقة زبدة ورشيت عليه ملح وفلفل اسود، بيكون طعمه حلو قوي. ياريت تجربوا المشروم كده، المشروم كده بيبقى طعمه حلو قوي من غير اي حاجة. بعد ما حطيت المشروم هدخلها كمان 10 دقايق. انا ما كنتش عايزة بس المشروم في الاول يتحرق فما دخلتوش من الاول علشان انا محمراه، مش عايزة لونه يبقى غامق. بعد ما طلعت طلعتها بكل سهولة عشان ورقة الزبدة خليتها ما تلزقش. بصوا الموتزاريلا اللي لزقت في ورقة الزبدة دي كانت هتلزق في القلاية، كانت هتبقى صعبة قوي. بتتقطع بكل سهولة، طرية قوي، لازم تجربوها. عايزة اقول لكم ان هي احلى بجد من البيتزا اللي بنعملها في الفرن. باجماع الكل بجد العجينة مستوية وطعمها حلو قوي، طرية بشكل رهيب، لذيذة بجد، من احلى البيتزات اللي كلتها في حياتي. ولا اي مطعم ولا تكلفي نفسك، البيتزا في القلاية الهوائية خطيرة.
يا ريت تجربوها يا جماعة وتقولي رأيكم. لو عايزين اي اكلات في القلاية الهوائية يا ريت تقولولي عليها عشان نعملها. تعالوا نجرب الفراخ المقلية في القلاية الهوائية ونشوف هتستوي ولا هنحتاج نقليها في الزيت. بس الأول لو أول مرة تشوفوني أنا سلوى، اشتركوا في القناة عشان توصل لكم الوصفات الجديدة. حطيت ورقة زبدة علشان أحافظ على القلاية وما تعبش في نظافتها، ومعايا هنا دبابيس فراخ متبلاها ومجهزاها على القلي، وهحط عليها زيت كويس جدا من كل اتجاه. أهم حاجة في الأكلات اللي بتتقلي في الزيت لازم نحط عليها كويس جدا عشان يطلع طعمها حلو. كل كمية الزيت دي مش أكتر من معلقتين زيت. احنا عارفين ان الفراخ بتتقلي في زيت كتير جدا، مش أقل من لتر زيت، وبتطلع الفراخ مليانة زيت. وهدخلها القلاية لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180. هكون مسخنة القلاية قبلها لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق هخرجها واشوفها خدت لون ولا لأ. هلاقيها لسه مخدتش لون بس ابتدت تستوي شوية. هدخلها تاني 10 دقايق تاخد اللون الذهبي الحلو، وطلعت زي ما انتوا شايفين باللون الجميل ده. بس مش عارفة استوت ولا لأ. طلعت استوت وجميلة جدا، خطيرة، مش شاربة زيت خالص. أنصحكم بجد تجربوها، خفيفة جدا. يلا بقى اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو. هنعمل ناجتس من الصفر، يعني من أول خطوة، وازاي يكون مقرمش في القلاية الهوائية، وهنشوف النتيجة بجد هتكون روعة، أحلى من المقلية في الزيت. الناجتس مقاديره بسيطة. هحط في الكبة نص بصلاية صغيرة، ومعاها نص كوباية من قلب الفينو أو فتات الخبز، بلاش البقسماط عشان طعمه بيبان فيها. واحط نص معلقة فلفل اسود ونص معلقة ملح صغيرة، وهضربهم في الكبة مع بعض. بعدين هحط نص كيلو من صدور الفراخ وهضربهم كويس، يعني مش عايزينهم ينعموا قوي، ممكن يبقى فيه قطع شوية بيبقى طعمها حلو. بعدين هفردهم على كيس تلاجة واحاول اظبط شكلها كويس علشان هقسمهم مربعات صغيرة. احنا عملنا الناجتس قبل كده في فيديو، هحط لكم اللينك. نفس الطريقة بالظبط. هقسمهم مكعبات وهيتبقى كمية صغيرة. هحاول اظبط شكل الناجتس علشان كلهم يبقى مقاس واحد. ودي الكمية الباقية من الناجتس، عملت منها ناجتس صغيرة. بعد ما خلصت الناجتس هعمل الطبقة المقرمشة اللي من بره، هحطهم في بيض وبقسماط او التتبيلة الجاهزة اللي بتتباع عند العطار، بيبقى لونها اصفر كده، اسمها توابل الكنتاكي، موجودة عند اي عطار. ممكن بعد ما نتبل كمية الناجتس نسيبهم في الفريزر يجمدوا شوية، ولما نحتاجهم نطلعهم في القلاية الهوائية او في الزيت، بيبقوا حلوين قوي. بعد ما خلصت كمية الناجتس هحطهم في القلاية الهوائية وهرش عليهم زيت. الأحسن ما ترشوش الزيت في القلاية الهوائية زي ما أنا عملت كده، يعني رشوا الزيت في الطبق بيكون أحسن علشان الزيت ما يجيش في القلاية الهوائية ويلزق ويبقى تنظيفها أصعب. فرشوها في طبق الأول وبعد كده حطوها في القلاية الهوائية. هرشهم بالزيت من فوق وأقلبهم، وبعد كده هرشهم من تحت وأحطهم على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق. طلعت نتيجتها روعة، أحلى بجد من المقلية في الزيت. طالعة مقرمشة ومش شاربة زيت خالص. المقلية في الزيت بتبقى شاربة زيت كتير وأطرى من كده. ياريت تجربوها وتقوليلي في التعليقات رأيكم. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة.